السلام عليكم كبيدات، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في افضل الاحوال نتوما وعائلاتكم. اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفه جديده كما كتلاحظوا فوغي نوار بطريقتي سهله التحضير، مقاديرها بساط وفي المتناول. وصراحه هاد لا فوغي نوار عليها طلب بزاف هاد نهايه السنه، بزاف ديال الناس تيشريوها وتيشريوها بثمن شويه غالي في المحلات التجاريه، فلما لا تقدروا تحضروها بوحديتكم في المنزل. هنايا عندي في المقادير البيض، سكر سنيده، لاغوم د الفاني، بودر كاكاو والدقيق. المقادير مضبوطين غادي تلقاوهم في صندوق الوصف، غادي نكتبهم لكم بالديتاي باش ما يوقع لكمش غلط في لا جينواز. كما سبق لي في الفيديو السابق ديال لابوش عطيتكم جميع الاسرار ديال لا جينواز باش تنجح معاكم، وهذه هي الوصفه المعتمده. الناس اللي مازال ما تفرجوا في داك الفيديو تقدروا تعاودوا تفرجوا فيه باش تعرفوا جميع اسرار نجاح لا جينواز. هنايا خضيت البيض بدرجه حراره المطبخ، ضفت ليه قريصه ديال الملح راه ما بانتش في الفيديو، سكر سنيده ولا غوم ديال الفاني. ضربت البيض مزيان على هذا الشكل حتى ضاعف ليا الحجم ديالو 3 ديال الاضعاف. غادي ناخذ الدقيق مع بودره الكاكاو وغادي نغربلهم على جوج ديال الدفعات. غادي ناخذ فوي مانيويل وغادي نبقى نخدم هذاك الدقيق مع البيض من التحت للفوق وغير بشويه باش ما يطيح لكمش هذاك البيض اللي سبق لينا اننا طلعناه. هانتوما كما كتلاحظوا غير بشويه حتى كينسجم هذاك الدقيق والكاكاو مع البيض. صافي هنايا راه الوصفه ديال لا جينواز راه نجحت 100%. خديت لاطا فيها 40 على 45 ووضعت فيها واحد ورق ديال الزبده و سكبت هذاك الخليط ديال لا جينواز على هذا الشكل اللي سيتو مزيان. خبطت اللاطه مع الرخامه وضعتها في الفرن لمده ديال 10 ديال الدقائق. هذه هي المده الطهي ديالها، ما تخليوهاش اكثر لان الا يبست ما غاديش تكون مزيانه لا في الماكله ولا في المونتاج، غتبقى تهرس ليكم. مباشره ما كنخرجوا لا جينواز من الفرن كنحيدوها من هذيك اللاطه باش لان اللاطه كتكون باقا سخونه، باش هذيك السخونيه ما ترجعش لينا عاوتاني في لا جينواز تزيد في الطياب. كنحيدوا داك الورق د الزبده وكنعاودوا نقلبوها مره اخرى على الوجه ديالها، وغادي نفرقوا لا جينواز ديالنا على هذا الشكل. بالنسبه لي انا هذيك لا فورم عطاتني جوج ديال الاطارات كبار. بغيتو يعطيكم اكثر صغروا الاطار، خدموا غير ب 18 سنتيم كان احسن. بالنسبه للكريمه اللي غادي ندير في الحشو انا خدمت هنايا بهولالا، راها سكري ما ضفت لا سكر لا والو. طلعتها مزيان على هذا الشكل حتى عطات لي واحد لا شونتيي. عاد غادي نضيف ليها الجبن وغادي نخلط غير بسباتول، ما تخلطوش بهذاك الطراب الكهربائي باش ما طيحش لكم الكريم. صافي هنايا غادي ناخذ هذيك الكريمه ديالي اللي خلطتها مع الجبن، غادي نديرها في واحد البوشادوي باش غادي نوضعها في الحشو تجيني سهله وتجيني مقاده تبقى مع اختها. صافي انا غادي نقاد السركل ديالي، غادي نوضع الطبقه الاولى ديال لا جينواز، غادي نسقيها بالسيرو حتى السيرو راه غادي نعطيكم العبارات في صندوق الوصف. صافي وغادي نوضع واحد لا كونتيتي ديال لا كريم، غادي نليسيها مزيان على هذا الشكل باش تجيني طبقه متساويه ديال لا كريم. صافي وغادي نبقى غادا هكايا. عاوتاني غادي نضيف طبقه اخرى ديال لا جينواز وغادي نضغط بيدي مزيان باش تقاد ليا مع لا كريم اللي سبق لي انني ليسيت. غنسقيها بالسيرو هذيك لا جينواز ونوضع طبقه اخرى ديال الكريمه كما كتلاحظوا ونعاود نليسي مره اخرى. الطبقه الاخيره ديال لا جينواز اللي غادي نوضع سقيتها وغادي نقلبها، يعني الجهه اللي غادي نسقي هي اللي غادي تجي من الجهه ديال الكريمه التحتانيه باش ما تجينيش هذيك الطبقه فازقه من الفوق. منين غادي نبغي ليسي لا كريم غادي تبقى تطلع ليا القشره ديال لا جينواز في لا كريم، ما غاديش تجي زوينه في الليساج. صافي هنايا من بعد ما ليسيت مزيان الوجه غادي نحيد هذاك لو مول وغادي نحاول انني ليسي حتى الجناب على هذا الشكل هكايا ونقادهم هاد لو تروك هذا باش كيقادوا الحواف ديال لي طاخت. كيكون شويه ماضي من الجناب باش كيحيد لك كاع دوك الزوائد وكتجيك لا طاخت ديالك بيان ليسي. صافي هنا غادي نحاول معاه حتى تليسه ليا مزيان، وحتى الا بقاو كلكو ديفو ماشي مشكل، راه غادي تغطيوهم بالشكلاط. انا دوبت بماغي وغادي نسرحو في واحد ورق الزبده على هذا الشكل هكايا. غادي نحاول هذاك ورق الزبده نروليه والشكلاط باقي ما جمد، غادي نروليه جيدا بحال شكل الشكلاط اللي زينه به لابوش في الفيديو السابق. صافي ملي غادي يشد راسو غادي نبغيو نحلو هذاك الرولو ديال
الورق الزبده غادي يبقى الشوكولاط يتكسر لينا على هذا الشكل. فهذاك الشكل هو اللي حنا محتاجين باش نزينو به لا فوغي نوار ديالنا. صافي من بعد غادي نزين بلي فخوي كونفي بلا شونتي، غادي نبوشيها. غادي نوضع اول حاجه الشوكولاط في الجوانب على هذا الشكل، وغادي ندير في البوشادو غادي ندير لا كريم اللي شاط ليا. الكريمه اللي درت في الحوشه وزينت بها الوجه هي نفسها اللي غادي نخلي منها واحد شويه باش غادي نزين من الفوق. وغادي نوضع واحد الحبات ديال حب الملوك معسلين، اي فخوي غوج كونفي كان عندك زيني به. وكيجي الشكل ديال لا فوغي نوار ديالنا هكايا رائع جدا. وصراحه حتى الناس اللي بغاو يخدموا على راسهم راه تقدروا تعتمدوا هاد الوصفه، وراها غير مكلفه. بالنسبه لهاد لا فوغي نوار راه الا بغيتو تاخذوها في المحلات راه كتاخذوها في حدود ديك 120 درهم 90 درهم على حسب الباتيسري منين غادي تشريوها. من الاحسن تحضروها في البيت ديالكم عارفين المقادير، راه مزيانه. البيض مزيان ما خسر ما والو، والمكونات طريه، والحاجه اللي مصايبه على اليد كان احسن يعني. وهامش الربح في هذا الطورطه راه مزيان يعني، راه لو دوبل تقريبا. هي راه كتقام بارخص بكثير من داك الثمن اللي كتباع به في المتاجر الكبرى. هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يعجبكم وينال الرضا والاستحسان ديالكم. ملاحظه بسيطه انه الناس اللي كتدخل تفرج ما كيديروش لايكات، نتمنى انكم تخليو لي لي لايك ديالكم كتشجيع وتحفيز فقط باش نبقى نبارطاجي معكم وصفات اخرى. ولما لا تخليو لي دي كومونتير على لي فيديو واش كيعجبوكم واش ما كيعجبوكمش. شكرا بزاف للتتبع ديالكم لقناتي، بكم ان شاء الله غادي نتشجع. الا شجعتوني راني غادي نتشجع نبقى نبارطاجي معكم ان شاء الله وصفات اخرى. خليو لي لايك وخليو لي كومونتير في بلاصه لي كومونتير باش نعرف واش فيديوهاتي كيعجبوكم. شكرا بزاف للتتبع ديالكم لقناتي، والى اللقاء مع فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.